سيدة سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه التغطية وإلى مجمل الأحداث الأمنية في مدينة نابلس. كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة منذ ساعات الصباح وشرعت بعملية عسكرية واسعة النطاق. حتى هذه اللحظة هناك 5 شهداء في صفوف الفلسطينيين بحسب التحديثات الإعلامية التي ترد على وكالة الإعلام الفلسطينية. القوات الخاصة الإسرائيلية شرعت بالعملية العسكرية، اقتحمت قوة خاصة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس، وحاصرت مطلوبين من عرين الأسود في مدينة نابلس. وكانت اشتباكات كبيرة دارت بين المقاومة الفلسطينية وبين جنود الاحتلال، وقصف جيش الاحتلال المنزل الذي يتحصن به المطلوبين التابعين لعرين الأسود في مدينة نابلس، ودارت اشتباكات مسلحة كبيرة بين المقاتلين الفلسطينيين وبين جنود القوات الخاصة الإسرائيلية. نابلس نزفت هذا الصباح وقدمت 5 شهداء فلسطينيين و40 إصابة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن أكثر من 40 إصابة من بينها إصابات خطيرة وصلت إلى المستشفيات في مدينة نابلس. وكان جيش الاحتلال كذلك قد أعاق عمل الطواقم الطبية والصحفيين الفلسطينيين في المدينة في مدينة نابلس في هذا الاجتياح الإسرائيلي الذي نفذه الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح على مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. إذا الاقتحام الإسرائيلي أوقع 5 شهداء في مدينة نابلس وأكثر من 40 إصابة.